ثم علموا من السنة إشارة إلى أن الاهتمام ينبغي أن يكون لكتاب الله عز وجل عند كل مسلم، وعلى وجه الخصوص عند طلاب العلم. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، ففي هذا تقديم الأهم فالأهم في تحصيل العلم الشرعي، وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. لا بد من البداءة بالأهم فالأهم. يعني هل من إتقان المنهج وضبط المنهج أن يقتصر الشخص طالب العلم على القرآن فقط حتى يتقن القرآن حفظا وفهما وتفسيرا من جميع ما يتعلق به من جميع الوجوه قبل أن يبدأ بغيره من العلوم؟ يحفظ القرآن قبل أن يحفظ شيء من العلوم الأخرى، أو يكون حفظه للقرآن بالتدريج مع العلوم الأخرى. هنا في هذا الحديث يقول ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. لا شك أن العناية بالقرآن في غاية الأهمية، لكن إذا عرفنا أن ابن عمر تعلم البقرة في 8 سنين، هل معنى هذا أنه لم يعرف من السنة شيء حتى تعلم القرآن كله؟ لا، لكن هذه مسألة اهتمام. ينبغي لطالب العلم أن يجعل جل وقته واهتمامه للقرآن، ولا يغفل عن العلوم الأخرى، حتى إذا كبر انتبه وقال أطلب العلوم الأخرى. وعلى كل حال المغاربة لهم طريقة والمشارقة لهم طريقة في هذا. المغاربة طريقتهم لا يدخلون من العلوم شيئا على القرآن حتى يتم حفظه وضبطه وإتقانه، ثم بعد ذلك يتعلمون العلوم الأخرى، فيكونون بهذا قد ضمنوا حفظ القرآن. يعني لو قدر الإنسان أن يتابع العلم الشرعي يكون عنده الأصل ويبني عليه. إن قدر أن ظروفه لا تسمح له بمتابعة العلم الشرعي يكون قد ضمن رأس المال الذي هو كتاب الله عز وجل. هذه طريقة المغاربة. طريقة المشارقة تختلف، لهم عناية بكتاب الله عز وجل، لهم عناية بجميع ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، لكنها تدريجية، بمعنى أن الطالب المبتدئ يحفظ قصار السور وشيء يسير من العلوم الأخرى ليتعلم أصول العلوم كلها وهو في الصغر، ثم يبني عليها من بعد ذلك. يتعلم يقرأ يحفظ المفصل ويحفظ معه المتون المعتمدة عند أهل العلم من السنة والعقيدة والفقه وما يعين على فهم ذلك. على كل حال هي طرق كلها نافعة. المقصود أن يعتنى بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ويحرص طالب العلم كل الحرص على العلم من منابعه الأصلية من الكتاب والسنة، ويترك القيل والقال والمصادر المختلف في حكمها من العلوم الأخرى التي أقل أحوالها الإباحة. هذا إذا كان حريص على أن يتعلم العلم الشرعي. نعم، علوم أمور الدنيا هذه يقول أهل العلم أنها من فروض الكفايات، يعني لا يجوز أن تتركها الأمة جانبا، مثل الصناعات والزراعات وغيرها، وقل مثلها في العلوم العصرية الرياضيات والعلوم والطب والهندسة وغيرها. هذه على الأمة أن تتعلمها بقدر ما يكفي، لا يزيد على ذلك، وإلا فالعلم الشرعي قدر مشترك للمسلمين كلهم. مع الأسف أن تجد كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم يضيع أوقاته هدر بدون فائدة، يعني ما التفت إلى أمور دنيا يجني من ورائها ما ينفعه ويقدمه لآخرته من بذل وإحسان وإنفاق في سبيل الله. لا، تجد ينشغل بما لا ينفع، لا العلم الشرعي أدركه ولا علوم الدنيا نفع بها وانتفع، والله المستعان.